عشية انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر، المواطنون يترقبون محتوى البرامج الانتخابية التي ستعرض من طرف المترشحين الثلاث، وينتظرون ما ستحمله الخطابات الموجهة إليهم من شرح وتشخيص لمختلف القضايا الراهنة وحلول تتماشى مع تطلعاتهم وطموحاتهم. غدوة راح تنطلق حملة انتخابية ونتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله، اللي فيها الخير يجيبها ربي. نتابع الخطابات تاع المرشحين هذو، واللي يعني يجيب الخير للبلاد نبوطيو عليه حنايا. انا يهمني الخطابات تاع الناس، ويهمني واش راح يقدموا مستقبلا لهذا البلاد. ان شاء الله المقترحات نتاعهم تخدم الشباب، سيرتو الشباب يخسروا فيهم بزاف، وان شاء الله تكون المقترحات نتاعهم حاجه تخدم البلاد وتخدم العباد، وربي يوفق الجميع. الشباب من جهتهم أبدوا استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وأكدوا على ضرورة الاستماع الجيد لما سيقدمه المترشحون خلال الحملة الانتخابية، خاصة في الشق المتعلق بفئة الشباب، ويضمن لهم حاضر وغد أفضل. غدوة صراحة حتبدأ الحملة الانتخابية، إن شاء الله المترشحين يمدوا الخطابات اللي حابينهم الشعب، إن شاء الله يعاونوا ويحسنوا حياة الطلبة ثاني. الحملة الانتخابية نتمنى نشوف الشباب بصفة عامة، حاب نعرف واش غيكون الشباب في العودة هذه من 5 سنين، مش حاجة سهلة. تسمى 5 سنين فات وحنا شفنا تطور تاع الاقتصاد تاع الجزائر، شفنا مشاريع جدد، شفنا الرياضة الجزائريه في الطوب تاع العالم. نسيو نتبعوا احداث كيما هذه، تهم البلاد، تهم الشباب، وتهم كامل عامه الناس. ان شاء الله يتهلا في الشباب الجامعات، يتهلا في الرياضه، اي حاجه، المهم الشباب يتطور والبلاد تطلع وتحيا الجزائر. غدوة ان شاء الله رانا ننتظروا باش تبدا الحمله الانتخابيه، ونشوفوا باش نفوتيو على اللي راح يساعدنا باش نطوروا في البلاد ونعدلوها اكثر واكثر. ان شاء الله اللي راح نخيروه يزيد يطورها ويعدلها خير وخير. مواطنون يعولون على التركيز في الاستماع لخطاب كل مترشح والبرنامج الذي سيعرضه خلال الحملة الانتخابية، بهدف اختيار الشخص الأنسب والأقدر على منصب رئيس الجمهورية، وسط دعوات للذهاب بقوة لصناديق الاقتراع.